مازالين كنحلمو بدولة الآمال. خديتو الماضي والحاضر، خليو لينا المستقبل. دولة المسلمين غادا تكون بحاجة للجميع، وكنتمنى ما ننسى حتى شي حد. الأطباء والصيادلة والمهندسين، الأطر الإدارية والأمنية والطبية والعسكرية والمقاولين، الحرفيين والتقنيين والأساتذة والتجار والفلاحين، الصناع التقليديين، البحارة والربان الباخرة، ربان الطائرة والمضيفين، سائق الحافلة والسيارات الأجرة والمساعدين المراقبين، بائع الخضر والمواد الغذائية والأسواق الممتازة والأسواق التقليدية والأسبوعية، الصحفيين والإعلاميين والمفكرين والمخترعين والمستثمرين الصناعيين. الولوج للتعليم العالي ومناصب الشغل غادي يكون خاضع لمعايير انتقاء نزيهة وشفافة على أساس الكفاءة والاستحقاق، وغادي نستثمروا في العامل البشري والجامعات والتكوين العلمي. بالنسبة لسيارات الأجرة، ما غاديش نشتغلوا بنظام المأذونيات، والرخصة تعطى مباشرة للسائق اللي غيتعامل مباشرة مع الإدارة. أما المأذونيات الكبيرة فغادا تكون مرتبطة بالمنافسة والشفافية والمصلحة العامة. غادي نشتغلوا على رقمنات وتسهيل جميع المساطر الإدارية، بحيث يتمكن أي واحد من الحصول على جميع الوثائق في شباك وحيد أو عن بعد. غادي نحافظوا على البيئة من خلال سياسات مائية ناجعة، ومن خلال إنشاء مشاريع جديدة للطاقات النظيفة والمستدامة، وغادي نحافظوا على المشاريع اللي موجودة ونقوموا بالصيانة ديالها هي وباقي البنى التحتية. غادي يكون تقاسم ديال الثروات بشكل عادل، وبيت المال ما يبخل على تا شي حد. غادي يكون سجل فيه المعلومات الشخصية والوضعية المادية والاجتماعية ديال الأشخاص، خاصة اللي كيستافدوا من العطاء ديال بيت المال بشكل سنوي. غادي يتم الحفاظ على الخصوصية ديال الناس والبعد على التضييق والتحكم والقمع. غادي تنقص عدد المؤسسات السجنية بشكل كبير والمستشفيات العقلية، وغادي نعتمدوا المقاربة الأخلاقية التربوية. غادي تختفي كثير من الأمراض المزمنة والأدواء المتعبة، وغادي تحل محلها الصحة البدنية والنفسية والعقلية وعزة النفس والتفوق على الأقران اللي كيتواجدوا في البلدان الأخرى. وملي يسافر المسلم لبلاد غربية أو شرقية غادي نحترموه ويقدروه ويعتبروه سفير الأخلاق ومثال يقتدى به. بلا شك أن الأرض المسلمة غادي يسقيها ربي شتا من عنده، وغادي تخرج الناس الزكاة على المال والمنتوجات الفلاحية والمواشي والذهب والفضة والتجارة. ما غاداش تكون حدود ما بين أقطار المسلمين المتواجدة داخل بلادنا، والولاة والعمال والقادة العسكريين غادي يكونوا في أعلى درجات الأهلية والتكوين والانضباط والعلم والتقوى والحلم. وغادي ندعيو الله ينصر الحق وينتقم من المفسدين. والسلام عليكم.